لماذا انهار سهم ابورك 31% في ايام، منهم 20% في جلسه واحده بس؟ ايه اللي حصل؟ ده انهيار. تخيل ان انت حاطط مثلا 100,000 في سهم، تصحى تلاقيهم بقوا 70 بعد يومين. ايه اللي حصل؟ ودي على فكره شركه كويسه وشركه بتربح وشركه بتعمل ارباح، وانت اكيد ممكن تكون سمعت عنها لو انت مهتم بالفريلانس. ابورك السايت بتاع ابورك اللي بيوصل الفريلانسرز ببعض، شركه معروفه وبروفيتبل. ايه الموضوع؟ حتى لو انت مش مهتم بابورك ولا بالبورصه الامريكيه، ركز علشان في دروس مهمه جدا 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 في هذا الفيديو. قبل ما ابدا عايز افكرك ان احنا عندنا برامج تعليميه، سواء انت جاي من تحت الصفر ما تعرفش اي حاجه عن البورصه ولا الذهب ولا الاستثمار ولا الفضه ولا اي شيء، وعايز تبدا من الاول وعايز حد ياخدك خطوه بخطوه يعلمك، مش مجرد فيديوهات بتتفرج عليها، او بقالك 20 سنه بس بتخسر. طب بتعمل ايه؟ وقف وتعلم صح. عندنا برامج تعليميه مناسبه في الحالتين، سواء انت مبتدئ من تحت الصفر او بقالك فتره طويله. ويلا بينا نبدا ونشوف ايه اللي حصل لابورك. خلاص قلت لك في المقدمه انها شركه جامده، نخش على طول على المشاكل. شركه ابورك اعلنت ارباحها الاسبوع اللي فات، بس ايه اللي حصل؟ الشركه عملت ارباح اعلى من المتوقع. انت متخيل بقى؟ وعملت ايرنينجز بير شير اللي هو الاي بي اس اعلى من المتوقع. الله، الشركه عملت اكسيد للاكسبكتيشنز في الاثنين. ازاي ما طلعتش؟ لان دايما مع اعلان الارباح في البورصه الامريكيه بيكون في حاجه اسمها جايدنس. كل ربع الشركه بتعلن عن الارباح بتاعتها، لكن كمان بتقول لك احنا متوقعين ايه في الربع الجاي. وعلى فكره لو الارقام كويسه جدا لكن الجايدنس مش تمام، تلاقي ان السهم انهار. وده فعلا اللي حصل مع ابورك، ودي نقطه رقم واحد اللي تتعلمها. البورصه عباره عن شراء المستقبل، ولو المستقبل مش قد كده حتى وان كان حلو على فكره، يعني الابورك ما قالتلكش احنا هنخسر السنه الجايه. ابورك يعني قالت لك ان ايه الربع الجاي ولا الفتره الجايه ممكن ما تبقاش قد كده، لكن ستيل بنكسب وستيل كل حاجه. فالمستثمرين هوبا تيك البتاع نزلت 20%. وطبعا سيريز بقى من الاناليست داون جريدز، وكل شويه شركه تطلع تقول لك لا ابورك ايه ابورك ايه. وقبل ما اكمل بس ردا على سؤال بيتسال كتير وحق اللي بيساله يساله طبعا، ايش ضمننا ان انت بتكسب بجد؟ ايش ضمننا ان انت بتعمل اللي انت بتقوله بجد؟ معاك حق مليون في الميه. الكلام ببلاش على الانترنت. هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه، هتلاقي بوستات بتواريخ قديمه وحاجات كتيره ما بحطهاش هنا. خش بص بنفسك، شوف بعينك اللي انت بتدور عليه هتلاقيه. بالاضافه طبعا الى انه جروب تعليمي فيه معلومات تعليميه مهمه جدا عن الذهب والبورصه والفضه والاستثمار والبورصه المصريه والبورصه الامريكيه وحاجات تانيه كتير، فممكن تخش الجروب تشوف بنفسك لو حابب. رقم 2، ودي معلومه ما يعرفهاش ناس كتير عن البورصه الامريكيه خاصه الجداد، وطبعا لما بيخش حد جديد ممكن يتشلفط بسبب المعلومه دي. يوم اعلان الارباح بيكون عامل زي الصندوق السحري، انت ما تعرفش جواه ايه. الارباح ايا كانت الشركه ده بيبقى غيبه عند ربنا، ما حدش يعرفه غير ربنا. الشركه يا سهمها بيطيش لفوق يا بيقع لتحت يا بيقف في النص، لكن بيحصل حاجات غريبه جدا يوم اعلان الارباح تحديدا. علشان كده مش الشطاره ان انت تبقى داخل شاري السهم قبل اعلان الارباح، بالعكس ده في حاجه اسمها ريسك مانجمنت. ازاي ادير الريسك بتاعت المحفظه بتاعتي وادير الريسك بتاعت كل سهم على حده. شركه هتعلن ارباحها بكره، بتبدا انت تقيس الريسك في الشركه دي وتشوف انا اقدر اتحمل فولاتيليتي قد ايه يوم اعلان الارباح، ونسبه الشركه دي من محفظتي قد ايه، وتشوف لا والله 20% من المحفظه حتى لو السهم ده كويس وانا داخل يوم اعلان الارباح والتوقعات عاليه قوي، جايز ما يحصلش اكسيد التوقعات، لا ده انا اقلل السهم ده ل 5-6% واشتريه حتى بالغالي على فكره بعد اعلان الارباح، لكن انا قللت ريسك يوم اعلان الارباح. ودي نقطه بتلخبط ناس كتيره جدا ما يعرفهاش، لان في ناس فاكره ان البورصه يعني يقين، يعني متاكد مليون في الميه ان السهم ده طبعا مفيش حد متاكد، ولا الفند مانجر ولا اي حد في الكوكب بيبقى متاكد مليار في الميه، والا كان كل الناس باعت كل اللي وراها واللي قدامها وحطته في سهم واحد. وطبعا زي ما انت شفت اللي بيعمل كده بيحصل فيه ايه؟ بيتشنفط. لكن انت بتعمل ريسك مانجمنت، بتدرس الريسك والمخاطره بتاعت كل سهم على حده، وعلى هذا الاساس بتحدد النسبه هنا كذا النسبه هنا كذا. والعمليه كلها اداره المحفظه على فكره، مش ان انت تعرف تشتري السهم كويس وتبيعه كويس، طبعا ده اساسيات بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بعد كده اتس اول اباوت ريسك مانجمنت. الموضوع كله عباره عن اداره المخاطره بطريقه محترفه. ولو عايز تتعلم اكتر هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه.